سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي شهوات حياة. اليوم نقدم لكم سويس رول بالفاني بواحد الجنواز سهله. كاع البنات اللي ما كتصدقش ليهم الجنواز تقدري تستقلهم بهذه الطريقه هذه، كتوجد في دقائق. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي 5 معالق ديال السكر، 5 معالق ديال الفرينه، عندي 5 معالق ديال الزيت، 5 معالق ديال الحليب، 2 فاني، وحده خميره الحلويات 8 غرام. في عجنه غادي نضيف البيض ديالي اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ. باش ما يطلع لكم البيض ديالكم خصو يكون بدرجه حراره المطبخ. نضيفوا له السكر والفاني ورشه ملح اللي ما ذكرتهاش مع المقادير. غادي نخفقوا المقادير ديالنا لمده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق على حساب السرعه ديال الباطور ديالكم او العجانه ديالكم. بالنسبه للبيض انا درت 5 البيضات حيت كانوا عندي متوسطين ماشي كبار. الا كانوا عندكم البيض كبير ديروا 4 بيضات فقط. والقاعده ديال الجينواز هي كل بيضه عندها ملعقه ديال السكر وملعقه ديال الفرينه وملعقه ديال الحليب وديال الزيت. انا درت 5 بيضات، درت 5 المعالق من كل شيء. نتوما الا درتو 4 البيضات فقط ديروا 4 معالق من السكر، 4 معالق من الزيت، و4 معالق من الحليب. من بعد ما طلع لي البيض مع السكر كيجي على هذا الشكل هذا، كيتضاعف على 3 المرات. غادي نضيفوا له دابا الزيت والحليب. تقدروا تستبدلوا الحليب بالماء العادي اللي كيكون من الروبيني. وكنخلطوا المقادير ديالنا غير بالفوي، غير بشويه من تحت للفوق. انا غير راني مسرعه الفيديو. هنا غادي نضيف الدقيق ديالي اللي غادي نضيفه على دفعتين، وخاصني نغلبلو ديريكت في الخليط باش ما يكونوش تكتلات. وهنا غادي نضيف حتى الدفعه الثانيه وغادي نضيف لها الخميره 8 غرام اولا 7 غرام. ونحرك الخليط ديالي غير بشويه من الفوق للتحت باش ما يهبطليش البيض ديالي. حركوا غير بشويه من التحت للفوق. انا غير راني مزربه الفيديو. حركوا على شكل دائري غير بشويه باش ما يهبطلكمش البيض ديالكم. كيجي الخليط على هذا الشكل هذا. هنا خديت اللاطه ديالي اللي فرشتها بورق الزبده، ضروري من ورق الزبده باش ما تلصقش الجينواز. انا دهنتها بالزبده لتفادي باش ما تلصقليش. وغادي نخوي الخليط ديالي في اللاطه اللي القطر ديالها 30 على 40 سنتيمتر. وغادي نحاول نوزعها على اللاطه كامله باش تجيني بحال بحال، ما يجيش جهه هاوده وجهه طالعه. غادي ندخلها للفرن على 180 درجه لمده 10 دقائق فقط. النار تكون من تحتها 8 دقائق، ونحودوها لتحت تتحمر لمده 2 دقائق فقط، ونخرجوها باش ما تقصحناش من الجناب. هنا من بعد ما خرجتها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ناجحه 100%. غادي نحيدها من اللاطه باش ما تجمعليش من الجناب، وندير عليها ورق الزبده ونقلبها، ونحيد ورق الزبده ونلويها ونخليها في الثلاجه تبرد. هنا خديت الكريمه السائله ديالي، درت 2 كؤوس. انا كنخدم بماجيك اولا هولالا، زوينه بزاف. خفقتها حتى طلعت لي. غادي نقسمها على 2. النصف غادي نخليه بالفاني، غادي نخليه للتزيين، والنصف غادي ندير له النكهه ديال الفرامبواز اولا الفريز للحشوه. هنا خديت الجنوز ديالي. انا كنت مزروبه ما خليتهاش تبرد مزيان، درتها في المجمد الوقت اللي خدمت فيه الكريمه فقط. من الاحسن تخليوها تبرد مزيان باش ما تلصقلكمش مع الورق تاع الزبده. هنا ضفت لها الكريمه اللي نكهتها بالمنكه ديال الفريز ولا فرامبواز اللي كان عندكم. اي نكهه كانت عندكم تفضلوها تقدروا تستخدموها. وضفت لها التوت اللي كان عندي مجمد، فتتو فيها كامل. تقدروا تضيفوه حبات هكذاك.
اولا تقدروا تزيدوا قطعه تاع الشوكولات اولا اي حاجه كانت متوفره عندكم، اولا قطعه تاع الكركاع ولا اللي كان متوفر عندكم. غادي نروليوها وغادي نزيرها من الجناب. انا ما خليتش الجنواز ديالي تبرد، لصقت لي شويه من الجناب. من الاحسن انكم تخليوها تبرد مزيان عاد تخدموا بها. وندخلوها المجمد ليله كامله اولا 6 سوايع على الاقل باش تشد راسها عاد نقدروا نمونطيوها. انا دخلتها يلاه نص ساعه في المجمد، كنت مزروبه بها. وغادي نزينها بالكريمه اللي خليتها نتاع الفاني بواحد سباتيل. وغادي ناخذ واحد القطعه ديال ورق الزبده وغادي نحاول انني ندوزو عليها باش تعطيني داك الشكل ديال الرولي. هنا غادي نحيد لها الحواف ديالها وغادي نحطها في طبق التقديم. هنا غادي ناخذ هاد الاداه وغادي نزين بها على شكل تموجات. غادي ناخذ واحد البوش غادي ندير فيه الكريمه اللي تبقات لي وغادي ندير دي غوزاس من فوق منها. هنا خديت حبات من الفرامبواز زينت بيهم، وحبات من الكركاع وشوكولا والبسكويت اللي قطعته على جوج. تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم في الدار. انا ضفت حتى الورق الذهبي. وتقدروا تزينوا من جناب بلوز ايفيلي اولا بالفايتينغ اولا اي حاجه متوفره عندكم في الدار ولا تبغيوها. كتجي على هذا الشكل هذا، درت لها تزيين بسيط فقط. كتجي رائعه وناجحه 100%. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والا بغيتو نحط لكم الجينواز تاع الكاكاو قولوها لي في التعاليق ديالكم. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.